اهلا بيكم في قناه ماجيك سكول. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. في الفيديو بتاع النهارده هنشرح مع بعض خدعه سهله جدا للمبتدئين في العاب الخفه والخدع السحريه بالكوتشينه. لو اول مره تتفرج عليا انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد هنزله. كمان ما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات وتطلب مني خدع معينه انت عايزني اشرحها في الفيديوهات اللي جايه، عشان معظم الفيديوهات اللي جايه هتبقى شرح خدع انتوا هتطلبوها مني تحت في الكومنتات. وكمان ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتابع معايا الفيديو للنهايه. من غير كلام كتير خلينا نشوف الخدعه، بعدها نروح للشرح على طول مع بعض. طيب يا شباب، عشان اعمل الخدعه بتاعت النهارده في البدايه انا محتاج ان انا اطلع الوحيدين. هطلع الواحد ده كده والواحد ده كده واخليه قدامكم من بدايه اللعبه، وهاجي بعد كده اجيب الشخص اللي انا هعمل معاه الخدعه وافرد الكوتشينه قدامه بالطريقه دي واطلب منه ان هو يختار اي كارت هو عايزه بشكل عشوائي تماما. فرضا الشخص اختار الكارت ده، وفي الحاله دي هو اختار الولد القلب الاسود زي ما انتم شايفين كده. هخلي الكارت قدامكم تمام وهلم الكوتشينه مرة تانية. طيب بعد ما هو اختار الولد القلب الاسود زي ما انتم شايفين كده في الكاميرا، انا هاخد الولد ده وهدخله في نص الكوتشينه بشكل عشوائي تماما. يعني قدامكم الولد القلب الاسود اللي الشخص اختاره اهو تمام. هاخده كده هقلبه وهدخله في نص الكوتشينه تمام في اي مكان انا عايزه. طيب في الحاله دي انا دخلته في نص الكوتشينه. طيب انا عايز ان انا افنط الكوتشينه عشان نتاكد مع بعض ان مفيش اي حاجه غريبه في الكوتشينه. انا هقسم الكوتشينه كده كذا مره تمام زي ما انتم شايفين كده، وهاجي افنطها بالشكل دوت مره تاني زي ما انتم شايفين كده يا شباب تمام. وطبعا مفيش اي حاجه غريبه في الكوتشينه. الكوتشينه متفنطه قدامكم بشكل كامل زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي حاجه. طيب انا دلوقتي طبعا هعمل حركه سحريه بسيطه جدا، هخلي الكارت اللي الشخص اختاره يطلع يبقى اول كارت فوق في الكوتشينه. طيب خلينا نشوف مع بعض. انا مجرد ما هعمل كده هلاقي اول كارت فوق في الكوتشينه بقى الكارت اللي الشخص اختاره. لا مش هو الكارت. طيب سوري يا شباب، انا ممكن اكون اتلخبطت او حاجه، ولكن في الحاله اللي زي دي خلينا اصلح الغلط قدامكم دلوقتي حالا. انا هاخد الاثنين الشجر دي اللي هي مش الكارت اللي الشخص اختاره، هاخدها كده يا شباب واحطها ما بين الوحيدين دول قدامكم كده زي ما انتم شايفين تمام. زي ما انتم شايفين كده يا شباب طبعا. وبعد كده انا عايزكم تركزوا معايا جدا في بقيه الفيديو. انا هعمل حاجه دلوقتي كل الناس هتستغربها، وهي ايه؟ هي ان انا هاخد الاتنين اللي ما بين الوحيدين دول تمام من غير ما انتوا تاخدوا بالكم بالطريقه دي، وهحطها في الكوتشينه وبحركه بسيطه جدا. مجرد ما هفرد الكوتشينه كده زي ما انتوا شايفين وهمشي على الكروت، هلاقي ان في كارت واحد بس في الكوتشينه هو اللي مقلوب عكس باقي الكروت زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. لو لميت الكوتشينه وخدت الكارت ده عشان نشوفه مع بعض على الكاميرا، هنتفاجئ ان هو الاتنين الشجر اللي كان ما بين الواحدين. طب امال الكارت اللي الشخص اختاره راح فين؟ طبعا الكارت اللي الشخص اختاره لو انتوا فاكرين معايا يا شباب كان الولد القلب الاسود. بمجرد ما هعمل كده وهمشي ايدي فوق الثلاث كروت دول وهاخد الكارت ده هيطلع الولد القلب الاسود اللي الشخص اختاره في البداية زي ما انتوا شايفين كده معايا على الكاميرا. طبعا يا شباب خدعة جميلة جدا وسهلة جدا وممكن اي حد مبتدئ يعملها بمنتهى السهولة، ولكن تابع معايا شرح الخدعة. لو الفيديو عجبك لحد دلوقتي ما تنساش اللايك تمام، وتابع معايا الشرح. طيب يا شباب، شرح الخدعة بتاعت النهارده هي خدعة سهلة جدا والشرح بتاعها سهل جدا وممكن أي حد يعملها بمنتهى السهولة، بس اتمرن عليها كذا مرة الأول، بعد كده اعملها مع أي شخص وهتسيب تأثير كويس جدا على الشخص اللي أنت هتعمل اللعبة دي معاه. طيب في البداية كده يا شباب أنا هطلع الوحيدين وأخليهم قدامي من بداية اللعبة وقدام الشخص اللي أنا هعمل معاه الخدعة دي. بعد كده همشي على الكوتشينة بالطريقة دي وأخليه يختار أي كارت هو عايزه بشكل عشوائي تماما. فرضا في الحالة دي هو اختار الكارت ده وهو العشرة القلب الأسود. طيب وهو بيشوف الكارت اللي هو اختاره انا هاخد بريك في نص الكوتشينه بالطريقه دي. هقسم الكوتشينه كده واحط صباعي الصغير زي ما انتم شايفين كده يا شباب، وافضل واخد البريك ده والشخص اللي قدامي بيشوف الكارت اللي هو اختاره. بعد ما يشوف الكارت اللي هو اختاره هاخده منه وهطلب منه انه يحفظه كويس جدا وهوهمه ان انا بدخل الكارت ده في نص الكوتشينه في مكان عشوائي تماما. بالطريقه دي هبدا ان انا ازق كده مره يا شباب بالطريقه دي
وازق مره تانية. تمام. ليه؟ عشان يديله الوهم او الخداع البصري ان انا بدخل الكارت في اي مكان في نص الكوتشينه، ولكن انا بعد ما هزق الزقتين دول انا هدخل الكارت عند البريك اللي انا واخده يا شباب، وابدا اعدل الكوتشينه بتاعتي وافضل محافظ على البريك اللي انا واخده، عشان انا بعد كده هبدا ان انا عايز اقسم الكروت واطلع الكارت اللي هو اختاره يبقى اول كارت في الكوتشينه. هعمل كده ازاي؟ وانا واخد البريك بالطريقه دي ماشي، هبدا اقسم الكروت من تحت بالطريقه دي كذا مره. تمام. كذا مره كذا مره لحد ما هاجي اخد من عند البريك النص اللي تحت كله واحطه فوق. بالطريقه دي يا شباب انا اتحكمت في العشرة القلب ان هي بقت اول كارت فوق في الكوتشينه، وهو ده الكارت اللي الشخص اختاره. طيب بعد كده انا هعمل ايه؟ بعد كده انا عاوز اخد دبل ليفت. دبل ليفت وهي ان انا باخد اول كارتين كده واحط صباعي الصغير تحتهم بالطريقه دي. تاني باخد اول كارتين كده واحط صباعي الصغير تحتهم بالطريقه دي، وابدا اقلب الكارتين على اساس ان هما كارت واحد بس بالطريقه دي. هبدا اقلب الكارت وهقول له ده الكارت اللي انت اخترته. طبعا في الحاله دي هو هيتفاجئ وهيقول لي لا، وهيفتكر اللعبه باظت مني. هقول له طيب تمام مفيش مشكله، انا ممكن اصلح الغلط ده دلوقتي حالا. هيقول لي ازاي؟ هقول له ان انا هاخد الولد الدايموند ده. طبعا في الحاله دي انا باخد الولد الدايموند والكارت اللي تحتيه اللي هو الكارت اللي الشخص اختاره اللي هو العشرة القلب الاحمر. طيب هبدا ان انا اخد الكارتين مع بعض كانهم كارت واحد واقلبهم بالطريقه دي، واخد اول كارت بس في الحاله دي اللي هو كارته. هو فاكر ان انا باخد الولد، طبعا انا مش هوري له بقى كده. مجرد ما هقلب الكروت هاخد اول كارت احطه كده بين الواحدين، وهقول له انا هحط الكارت الولد ده بين الواحدين. تمام. وعايزك تركز معايا بعد كده. طيب هو طبعا هيفضل مركز معاه. انت هتعمل حاجه تانية في الكوتشينه، هتاخد بريك تحت اول كارت في الكوتشينه، هتحط صباعك الصغير بس بالطريقه دي، وتبدا ان انت تمسك الكوتشينه كده. تمام. وتقسمها من اي مكان بالطريقه دي مره وتقلبها فوق. طبعا انت لسه محافظ على البريك اللي انت واخده يا شباب اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده هتاخد النص اللي تحت كله وتقلبه وتحطه فوق بالطريقه دي. وبعد كده اهم حاجه ما تنساش تعملها انك تقسم الكوتشينه من اي مكان عشوائي قسمه بالطريقه دي. طيب في الحاله دي انت عملت ايه؟ في الحاله دي انت خليت الكارت اللي هو الولد اللي هو ما كانش كارته تمام يبقى مقلوب عكس كل الكروت التانية في نص الكوتشينه. تمام. في الحاله دي هتقول له انا هعمل حاجه غريبه. طبعا انت مش هتوري له كده، انت هتقول له ان انت هتاخد الولد من بين الوحيدين دول بالطريقه دي وتدخله في الكوتشينه وتعمل اي حركه سحريه. تعمل كده مثلا وتبدا تمشي على الكوتشينه وتوري له ان فعلا في كارت جه في نص الكوتشينه وهو الوحيد عكس الكروت التانية، وهو الولد الدايموند اللي هو ما كانش كارته. طبعا هيتفاجئ جدا. هتقول له طيب كارتك كان ايه؟ هيقول لك 10 قلب اسود. هتعمل اي حركه سحريه وتقول له شوف الكارت اللي بين الوحيدين، وهيطلع الكارت اللي هو اختاره. طيب دي كده شرح الخدعه بتاعت النهارده. خدعه سهله جدا وبسيطه جدا وممكن اي حد يعملها بكل سهوله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب الخدعه تبقى عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا هنزلها في الايام اللي جايه باذن الله. وطبعا ما تنساش اللايك الجميل، وما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات وتطلب مني خدع معينه انت عايزني اشرحها في الفيديوهات اللي جايه. شكرا على المشاهده، اشوفكم الفيديو الجاي.